بس هل كل أبناء الممثلين ما بيعرفوش يمثلوا فعلا؟ التعميم ده أكبر غلط ممكن البني آدم يعمله في حياته، أكيد بكل المقاييس لا. يعني مثلا أكثر أبناء الفنانين موهبة هو بالنسبة لي أنا أحمد الفيشاوي، وده رأيي الشخصي. هل ما بيعرفش يمثل؟ طبعا لا، ده بعيدا عن أعماله الحالية، بس الفيشاوي لحد 2020 أعماله كانت جامدة، دي قليلة عليه، وده الرأي اللي بيتفق معايا فيه صديقي يوسف صاحب قناة الفيلم. وبرده أحمد السعداني اللي أبهر الناس بدوره في مسلسل لام شمسية، واللي مكسر الدنيا دلوقتي كريم محمود عبد العزيز. وبرده محمد إمام اللي أفلامه من الأفلام المعروفة جدا في السينما عندنا. وفي ممثلين ابائهم مش ممثلين بس ليهم علاقه بالوسط فمثلوا، مثلا كريم عبد العزيز ابن المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والمخرج الكبير مروان حامد ابن الكاتب الكبير وحيد حامد. ويا رب المعلومات اللي بقولها دي تكون صح، ما يحصلش زي الفيديو بتاع صلاح السعداني ومحمود السعداني. هل حد يختلف على موهبه الناس اللي قلت عليهم؟ اعتقد لا. بس هل اهاليهم او اسماء عيلتهم سهلت لهم الموضوع والشغل؟ بالتاكيد. وما بحبش انا الناس اللي يقول لك انا رحت الاستوديو وبيقولوا لي ان في ممثل كبير مشاب مكسر الدنيا هيمثل مع حضرتك، ولما رحت لقيته ابني. لو النبي. بل بالعكس، بحب اللي بيعترف بده وبيسيب موهبته ترد مكانه.